السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض كيك الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا، وازاي يبقى هش كده وطري وما يهبطش مننا في الفرن، وهقولكوا طريقة التسوية المناسبة ليه ان شاء الله. صلي على الرسول وابدأي معايا. اول حاجة بنجيب 2 بيضة. لازم البيضة لما نيجي نضربه نحطه يكون في بولة ناشفة جدا مفيهاش مية خالص، علشان الكيك يبقى هش كده وطري. بنحط عليها 1.25 كوباية من السكر، وبحط فانيلا، وبضرب الخليط كويس لحد ما يبقى معايا لونه فاتح جدا ويبقى كريمي وتحس ان القوام بتاعه تقل. بنضيف بقى عليه ايه؟ نضيف عليه معلقة صغيرة من الخل او نص معلقة كبيرة من الخل، وبعد كده بقى نحط المواد السائلة وهي 1 كوباية من الحليب. ممكن نستبدل الحليب ده بأي عصير لو انت عايزاها كيكة برتقال مثلا. وبعد كده نص كوباية من الزيت ورشة من الملح، وبتضربي الخليط ده. وفي الخطوة دي ما تضربيش كتير، ممكن نستبدل الزيت بسمنة او زبدة، بس الكيك بيكون تقيل شوية. تعالوا بقى نكمل. بنحط 3 كوبايات من الدقيق المنخول. لو كنا هنعملها كيك فانيلا عادي، انما لو كيك شوكولاتة بيبقى 3 كوبايات وربع. 3 كوبايات الا ربع من الدقيق المنخول، على ربع كوباية من الكاكاو الخام. وبعد كده حطيت كيس من البيكنج باودر ورشة من الملح، وبنخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى القوام معانا كده متجانس وكريمي. بنكون في الوقت ده مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، وبنجيب صينية ندهنها زيت وبنحط فيها الخليط بتاعنا. عشان الكيك بتاعك يطلع كويس جدا اخبزيه في صواني ألمونيوم، بلاش تيفال وبلاش اي نوع تاني من الصواني. بعد كده بقى علشان نطلع الفراغات اللي في الكيك والهواء، بنخبط الصينية كده خبطتين 3. بتدخل بقى الفرن، ما نفتحش عليها الفرن خالص الا بعد ما يعدي عليها 45 دقيقة 3/4 ساعة. وبعد كده بتطفي النار وبتسيبها في الفرن شوية، ما بتفتحيش عليها برضو عشان الكيك ما يهبطش. وبعد كده بقى بتطلع بتقطعها اي شكل انت بتحبيه وبتفضليه. ممكن نزينها، ممكن نكتفي بيها كده جنب كوباية من الشاي، كاكاو سخن بقى، هوت شوكليت، نسكافيه. وتنفع جدا طبعا في اللانش بوكس، لذيذة جدا ومغذية وبتعجب كل الناس. طبعا هي الراعي الرسمي للشتاء اللي احنا فيه ده. هسيب لكم كمان ان شاء الله لينك وصفة كيك الفانيلا في الكومنتات وفي صندوق الوصف، بطريقة برضو سهلة ولذيذة. وازاي تطلع كده لونها ابيض فاتح، لان في ناس كتير بتشتكي ان لما بيعملوا كيك بيطلع منهم لون غامق، كيك الفانيلا ده او كيك الحليب. هتشوفوا ان شاء الله الطريقة برضو سهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعة عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم ولدعمكم. باي باي.